دوز مؤخرا ديال فرنسا فيها البق، والمشكل انه مؤخرا كيصدروه للدول الاخرى، الدول المجاوره. وبليس دو سا سمعت ان عندهم شي اولمبيات في 2024 ديال البق. المهم نتمنوا من الله عز وجل نتجنبوا حنايا والرعايا المغاربه اللي كاينين في الجاليه المغربيه اللي كاينه في فرنسا. وفرنسا المشكل ديالها مع المغرب، الله عز وجل عاقبهم بهذا المشكل ديال البق، حيتاش كيجبدوا المغرب وكيتحرشوا بالمغرب سياسيا. ومؤخرا تقدر تكون في راسك انت صحافي، تقدر تكون في راسك كان خرج واحد الورقه ديال المخابرات ديالهم ان المغرب ولا كيتطور في المنطقه ديالو وفي المنطقه الافريقيه، وانهم خصهم يضعفوه. يعني المغرب الحمد لله شق الطريق ديالو، يعني تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله الله يحميه. وبهذه المناسبه الله يخليه لينا، نتمنوا من الله يبعدوا علينا، ونتمنوا من الله عز وجل يبقاو يتلاهوا مع هذا المشكل ديالهم. بالنسبه للمغرب طاح عليه البق شحال هذه، وعندنا تجربه في هذا الميدان ديال البق. انت كمواطن نصيحه لفرنسا؟ وين بغاو يبعد عليهم البق ويعترفوا بالصحراء المغربيه، اليوم شرف لان الصحراء مغربيه، ويعترفوا ويبعدوا عليهم المغرب، يخليوا المغرب شق الطريق ديالو. برك فرنسا طاح عليها البق. هي بخباري انا الدري الصغير خبارو بان فرنسا راه طاح عليها. وبالنسبه لينا حنا مغاربه طاح علينا البق شحال هذه، وعندنا تجربه في البق. الله يبقبق الستر. شنو النصيحه اللي تعطي لفرنسا؟ النصيحه اللي نعطي لفرنسا هو نقول لهم ما حد باقي عندكم هذاك الرئيس، مازال تشوفوا بق اخر من غير هذاك البق اللي كاين، مازال يشوفوا القراد القراد والجراد. هذا هو اللي كاين. هذا نطلبوا الله السلامه ونطلبوا لهم حتى هما السلامه، ولكن خاصهم يعرفوا بحق هذا الشيء. هذا امتحان عطاه لهم الله، ونتمنوا على الله يوعوا بهذا الامتحان اللي عطاهم الله، باش شويه يوعاو ويعرفوا الناس اللي تحت منهم اللي كانوا كيستهزئوا بهم وكيحقروهم وما كيعرفوش شنو خاصهم وقلعوا عليهم الحقوق ديالهم. وحتى الفيزا ولاو مشدين عليها بزاف د الحوايج. دابا ما بقاش الفيزا في خبارك، صافي تاخذها حق ديال دول البرغوث وتمشي لفرنسا. وكون عطاونا راه 24 ساعه نداويهم حنايا. 24 ساعه 24 ساعه ما تبقاش بقى عندهم، يعطيونا هذا المشروع، ولكن خص تكون فيهم النيه. هما ما النيه ديالهم ما عندهمش النيه هما، ما كايناش، هي اللي خلات هذاك البق يدور بهم. وباش غداويهم حتى 24 ساعه الا مشيتي فرضنا ديناك لفرنسا، اش من دواء غدير لهذا البرغوث؟ النيه ديال الله سبحانه وتعالى يداووا. غتبخ عليه مشى في كل حوادث. تحياتي. شكرا. كنضحك معاك تقول لي طاح عليك البق، حنا كنشوفوا دابا البق ديال بصح، يعني كيكون مزلوط ويتابعوا الزلط وغيجي دابا عندهم الكراد دابا ويجي لهم داك الشيء، حيت ما تابعيننا حنا اش بغاو عندنا. وشنو النصيحه، اش من نصيحه تعطيهم دابا؟ انت عندك التجربه ديال البق، يعني كنطيح عليك البق شحال هذه، التجربه اللي غتعطيهم باش يداويو هذا البق هذا؟ ما عنده دواء والو، والغرام ما عنده دواء بحال هذا الشكل، فهمتي؟ والله ما عنده دواء. ما عنده دواء، الوراد ما عنده دواء، يطيح البرغوث ما عنده دواء، يطيح ماكرو ولا اسمه يطيح ماكرو في الخوا وهذا فعلا والله العظيم اللي تبع المغاربه، فهمتي؟ المغاربه صاحبي شي حاجه صاحبي تبعنا حنايا سير صاحبي. دابا حنا ولينا هاربين عليهم دابا هما. برك فرنسا طاح على البق. وهذا الخبر صراحه معروف لانه انتشر في الوسائل ديال التواصل الاجتماعي. نسال الله العفو. هو واخا هكاك راه ابتلاء، زعما ما نقدروش نقولوا السبب، انما هو ابتلاء في جميع الاحوال، راه بقى ابتلاء ديال هما كانوا مصعبين الفيزا، دابا راه ما بقاتش الفيزا في اخبارك. وليتي تشري دواء البرغوث وتمشي لفرنسا. بحكم تجربتي في مجال الاعشاب، بحكم انني عشابه، نقدر نقدم لهم مساعدات من الجهه الانسانيه ديالي. تعطيهم الدواء ان شاء الله نعطيهم الدواء ولا الوصفات، مرحبا لهم. قولي لهم الدواء. لا التواصل، انا ما كنعطيش هكاك وازاق، يتواصلوا معنا. خاص ماكرو يتواصل معك. نقول لهم المغرب في صدد تقديم مساعدات لهذا المشكل، وحنا ان شاء الله اهبل المساعده من الجهه الانسانيه، بحكم الجهات الدينيه شويه مفارقين، الجهات الانسانيه انا معاهم ان شاء الله. هانتوما فرنسا ماكرو هي عندها الدواء ديال البرغوث. تحياتي.